يا صباح الورد والفل والهنا، وحشتوني كتير كتير جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة هشارك معاكم حاجات بحب اعملها يوم السبت قبل حتى ما اخد القهوة. وما تنسوش كالعادة في اخر الفيديو هعلن عن اسم التعليق اللي فاز الفيديو اللي فات. اول ما بصحى من النوم يوم السبت بعد ما اخد شاور واصلي واعمل سكين كير وكل حاجة، بنزل على المطبخ. اول حاجة هعملها هي البوتاجاز. حطيت لكم اسم المنظف اللي انا بستخدمه للبوتاجاز، بحط منه شويه وبعدين بدعكه كويس قوي واسيبه شويه لحد ما اعمل مايكرويف. ارخص واسهل واسرع طريقه بعملها بيها وسريعه وعمرها ما خيبت معايا، بحط كوبايه ميه واحط عليها اعصر عليها نص ليمونه، وبحط قشر الليمونه في قلبها واحطها في الميكرويف. بشغل عليها الميكرويف لحد ما الميه تروح خالص. يعني انا حطيتها 8 دقايق، حطيتها 8 دقايق كمان بعدها، يعني تقريبا 16 دقيقه. بتخلي الميكروويف تحفه. بنلاقي البقايا والحاجات كلها، كل الدهون نزلت وساحت ودابت. فكل اللي بعمله بجيب يا اما منديل يا اما فوطه يا اما واحده كلوروكس وايبس وامسح بيها كله، ولا احتاج دعك ولا تتعبني ولا اي حاجه، ومفيش دهون بتبقى لازقه. وفي نفس الوقت ساعات بمرور الوقت لما بنسخن كتير في الميكروويف بيمتص الريحه، فلما نيجي نسخن بعدين اي حاجه فبنلاقي ريحته مغيره، ريحه مثلا اخر اكله او الاكله اللي قبلها. فلما بنعمل كده بتبقى ريحته ليمون وبيضيع اي ريحه بتروح. المطبخ بالذات يا بنات، لما الواحد بيصحى الصبح يظبطه كده ويبقى كله بيلمع كده وجميل، نفسية الواحد بترتاح جدا جدا. وبعدين انا يوم السبت محافظة على العادة دي دايما حتى قبل ما اشرب القهوة. انا ما بحبش اضيع طبعا يوم السبت في النظافة خالص، ما بحبش اضيع الويك اند في التنظيف. ما بحبش، يعني بحب الويك اند يبقى بتاعي استمتع بيه اعمل بيه، ممكن اعمل اكل لكن اقعد اضيعه في التنظيف وكده ما بحبش اعمل كده. فكل يوم بحاول اعمل حاجة بحيث ان البيت يفضل دايما نظيف. وانا كده كده عشان ايدي على طول في البيت، فالحمد لله ما بيبقاش عندي شغل كتير يوم السبت، لان انا بشتغل من الاثنين للجمعة، فمش عايزة السبت والحد كمان يبقوا شغل. ما بحبش اعمل كده. فبحب ابدا يوم السبت بتلميعات خفيفه، خاصه ان انا بصحى بدري وكله نايم. ففي الوقت ده يعني يا دوب الساعتين دول بظبط فيهم المطبخ تماما، ونبقى ريدي لما يصحوا بقى نشرب القهوه ونفطر وكده. البورد الخشب ده بقى المفروض ما تغسليهوش خالص بميه اطلاقا. كل اللي تعمليه بس بلي حته صغننه كده، يعني حته من المنديل بميه، ومسحيه من التراب كويس. وبعد كده بدهنه بشويه زيت زيتون. احط نقطه زي ما انت شفتي زيت زيتون، وابدا امشي عليه. اولا بتلمعه، ثانيا بتحافظ على الخشب وبيفضل يعيش معاكي سنين سنين العمر كانه جديد زي الفل. اللي عنده كاتنج بوردز من الخشب دي طبعا لازم ينضفها كويس يغسلها بالميه والصابون، وبعد كده ينشفها كويس قوي ويدهنها بزيت الزيتون. انا الحمد لله بما ان ده احنا مش كاتنج بورد، يعني بيتطرب بس شويه وخلاص، فبنضفه بالطريقه دي. بنيجي بقى للكتل والكافي ماشين، مكنه القهوه وبتاع غلايه الميه. بحط فيها ميه، بحط فيها شويه خل واملاها ميه على الاخر واسيبها تغلي. احنا بنستخدمها طول الاسبوع، وطول الاسبوع يعني بنشيل الميه، بصفي الميه منها وبنرجع نحط تاني يوم ميه، بس الديب كليننج بتاعها بخليه يوم السبت. المهم احط الميه والخل فيها واسيبها تغلي. على ما تغلي هعمل الحوض انضفه عشان يبقى نضيف. لما انزل فيه الميه المغليه بالخل بتنضف الحوض من جوه، ولو في اي ريحه او اي حاجه بتنضف يعني زي المواسير كده بتاعته، فتبقى ريحته نظيفه يعني. اول ما الميه غليت هفتح مكنه القهوه كاني بحط قهوه،
بس انا مش هحط قهوه، هخلي الميه تنزل عشان تنظف المجرى ده كله. هعمل الحكايه دي كذا مره لحد ما افضيها خالص من الميه. بعد كده هاخدها اغسلها كويس قوي، غسله كويسه جدا من جوه ومن بره. بعدين احط فيها بقى ميه نظيفه، وبرده اعمل نفس الحركه، بس المره دي مش هحط خل، هحط فيها الميه النظيفه واشغلها وارمي واملى الكوبايات وارميها لحد ما تفضى خالص، عشان يعني تنضف بقى من طعم الخل وريحه الخل من جوه. ونفس الحكايه هعملها مع الكتل. هنزل الميه السخنه في الحوض، وبعدين هغسلها من جوه من بره كويس، وهغلي فيها ميه مره كمان، وبعدين برضو انزلها في الحوض، وكده تبقى جاهزه للاستخدام. عايزه اقول لكم لما الواحد بيجي يشرب القهوه بعد ما الكافي ماشين بتتنضف من جوه من بره، مش عارفه، بحس ان القهوه طعمها سنه مختلف، يعني احس لما تكون صبحه كده، الله اعلم ده احساس ولا فعلا بيأثر على الطعم. كده لما نطفت الركنه بتاعت القهوه بقت زي الفل. فاضل كمان البريكفاست تيبل، هظبطها والمعها وغير المفرش وغير شويه في الديكور، انقل حاجه مكان حاجه كده. الحمد لله بتكون الدنيا راقت وجميله ونظيفه، وينفع بقى الواحد كده يقعد بمزاج ويشرب كوباية القهوة بتاعته. وكده تقريبا بيكون الفيديو بتاعنا خلص، ناقص بس نعلن عن التعليق اللي فاز الفيديو اللي فات. صاحبة التعليق اللي فازت المرة دي عادل مها، مبروك يا مها، وهتواصل معاكي قريب ان شاء الله. كده حلوين، بنكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده. وما تنسوش تسيبوا تعليق وعرفوني اذا كان عجبكم الفيديو ولا لا، عشان هختار برضو تعليق من التعليقات ان شاء الله اكسبه المره اللي جايه. بحبكم كتير كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.